تخيل تبقى عايش في قصر كبير لوحدك، كل حاجة حواليك ساكتة بس في صوت جاي من تحت. تحاول تقفل باب البدروم كل يوم، لكن في كل مرة بيتفتح كأنه بيناديك بالاسم. بيبدأ فيلمنا في انجلترا سنة 1998، وبنشوف شخص اسمه جيمس وهو عايش في قصر عيلته لوحده، ومساعدته جراي بتطلب منه ياكل، لكنه بيرفض وبيقول لها انه مش جعان. فبتقول له انه بقاله ايام ما كلش وانها تتصل بالدكتور، فبيرفض وبيقول لها تمشي وتسيبه لوحده. واول ما بتخرج من عنده بتبص لباب البدروم وبتمشي، واول ما بتتحرك بيتفتح الباب لوحده. وبياخد جيمس علاج الاكتئاب بتاعه، وبيطلع مسدسه وبيروح يقفل الباب، وبيقعد قدامه وهو مستعد كأن في حد هيخرج منه. وبالليل الباب بيتفتح وهو بيقفله تاني، وبيفضل واقف قدامه، لكن الباب بيتفتح تاني والمرة دي ما بيقدرش يقفله. وبنسمع صوت قوي من وراه، وفجأة اللي جيمس خايف منه بيخرج، وبنشوف كيان اسود شبه الضباب بيبصله بغضب. وبيفضل جيمس يقول لنفسه انه ما بيتخيلش، وبيضرب عليه رصاص، وبيحاول يطلع من البيت لكنه ما بيقدرش علشان كل الابواب مقفولة. فبيطلع الدور التاني بسرعة وبيقفل اوضته، وبيكون فاكر انه هيهرب او على الاقل هيستخبى، لكن الوحش بيروح وراه وبيقدر يفتح الاوضة. فبيستسلم جيمس وبيعرف انه مش هيقدر يقاومه، وبيقتل نفسه بالمسدس. وبعد جنازته جريس مراته وابنهم تشارلي بيروحوا القصر اللي بقى ملكهم، وبتستقبلهم طبعا جراي. وبتستغرب جريس ان مفيش غيرها هي والبستاني في القصر ده كله، فجراي بتعرفها ان جيمس هو اللي مشى باقي الخدم. وبتكون جريس مش متضايقه لان ده هيسهل عليها بيع القصر. فجراي بتستغرب ازاي هيبيعوا قصر العيله، لكن جريس بتقول لها انهم بيمروا بازمه ماليه وده ضروري بالنسبه لهم. وبيستكشف تشارلي البيت، وبينزل البدروم بسبب فضوله وبيحس بحاجة وراه، ولما بيبص بيشوف حاجة بتتحرك تحت الملاية، وبيفتكر انها قطة وبيحاول يطلعها، لكن والدته بتنادي عليه فبيسيب الشمعة للقطة علشان تشوف. لكن اول ما بيطلع الشمعة بتطفي، وبعدها والدته بتعرفه انه مش هيقدر يروح المدرسة بسبب وضعهم المادي، وبتقول له انهم لحد ما يبيعوا القصر هياخد درس مع مدرسة اسمها هيلسون، وانها تديله الدرس مع طلاب في نفس سنه. وبتكون جريس حزينة جدا على جوزها، ولما بتدخل المكتب بتاعه بتشوف الأدوية بتاعته وجوابات كتيرة مقفولة، وفجأة بتشوف جوزها خارج من القصر وداخل الغابة، فبتخرج وراه بسرعة وبتفضل تنادي عليه، لكن في النهاية بتقول لنفسها انه مات وانها بتتخيل، وبترجع القصر من تاني. وبالليل تشارلي بيروح المطبخ وبياخد تفاحة علشان ياكل، لكنه بيشوف باب البدروم مفتوح، فبياخد شمعة وبينزله. وبعدها جريس بتاخد حبوب من أدوية جوزها، وفجأة بتحس بحركة سريعة حواليها وبتنادي على ابنها، ولما ما بيردش عليها بتنزل تدور عليه، وبتلاقيه قاعد في البدروم وبيتكلم مع حد وبيسأله لو كانت التفاحة عجبته، وبتستغرب هو بيعمل ايه او بيكلم مين، وبتطلب منه يطلع ينام وما ينزلش هنا تاني. واول ما بيخرجوا التفاحة بتقع على الارض وبيكون متاكل جزء منها. وتاني يوم جريس بتسأل ابنها لو كان صاحب حد من اللي بيدرسوا معاه، فبيعرفها انهم مختلفين عنه لكنه لقى صاحب في البدروم، وما بتفهمش هو يقصد ايه بس بتتوتر. وبالليل بتقعد تقرا لوحدها لكنها بتغرق في ذكرياتها هي وجيمس. وفجأة الباب اللي وراها بيتفتح، فبتخرج وبتفضل ماشية لحد ما بتوصل للبدروم، وفجأة بتلاقي الملاية بتتحرك وكأن في حد تحتها، فبتخاف وبتجري بسرعة، لكن بتقف قدام الباب وبتسأل مين اللي تحت. ولما محدش بيرد عليها بتنزل تاني وبتشيل الملاية من مكانها، لكنها ما بتلاقيش حد، فبتقول لنفسها انها بتتخيل، لكنها بتكون بتحلم مش بتتخيل. ولما بتصحى بتروح تطمن على ابنها وما بتلاقيهوش، فبتنزل المخزن وبتلاقيه نايم على الارض، والغريب ان الكائن بيكون جنبه، ولما بتقول له يبعد عنه بيختفي. وبتصحي ابنها وبتسأله هو بيعمل ايه هنا، فبيقول لها انه شاف كابوس وكان خايف ونزل علشان يقعد مع صاحبه، فبتطلب منه يطلع اوضته، وبتقول له لو خاف مرة تانية يصحيها هي وما ينزلش هنا. وتاني يوم بتاخد من حبوب جيمس تاني، وبتسأل جراي ايه اللي غير جوزها لما رجع القصر، وبتقول لها ايه اللي خلاه مش منظم وعليه ديون بالشكل ده. فبتقول لها جراي انه اول ما وصل القصر كان لطيف مع كل اللي فيه، ولكنه بعد فترة اتغير وانعزل وبطل يستقبل ضيوف او يتابع الشغل مع العمال، وان طريقته معاهم بقت وحشة جدا. وبتقول لها انها مش حاسة ان اكتئابه كان بسببها لان عمه هو كمان كان زيه. فبتحتار جريس ازاي هتدفع الديون دي
كلها، وبتقترح جري عليها إنها تطلب المساعدة من والدته. فبتشكرها جريس وبتسألها لو كان جوزها كان بيدخل الغابة، فبتقول لها إنها شافته هناك أكتر من مرة. وبالليل تشارلي بيدخل البدروم من تاني، وبتكون أمه بتفتكر إزاي اتخانقت مع جيمس قبل ما يسافر للقصر، وإنها كانت رافضة تماما إنهم يعيشوا فيه، بس هو أصر وكان معتقد إنها تعيش معاه بعد فترة. وبتفضل تعيط وهي ندمانة وحاسة بالذنب في نفس الوقت، وبتبقى معتقدة إن سبب انتحاره هي مشاكلهم. وبيفضل تشارلي يقرأ في البدروم، والغريب إنه ما بيبقاش خايف من صديقه اللي مش شايفه حتى. ولما بيقرر يطلع بيمسك الشمعة، والكائن الغريب بيمسك إيديه بقوة وبيجرحه، فبيقول له يسيبه وإلا مش هيقرأ له قصص تاني، وبيخبي الآثار اللي على إيديه. وتاني يوم إزمي والدة جيمس بتزورهم مع ابنها توماس وبنته فلورينسا، وبتحاول جريس تظهر إن كل حاجة كويسة، بس بيكون من الواضح إن إزمي متسلطة ومش عاجبها تصرفات جريس، وبتلومها لأنها ما زارتهاش ولا حتى بتحضر الصلاة في الكنيسة، وحتى نظافة البيت بتعلق عليها. فبتقول لها جريس إنها كانت مشغولة، وإن البيت مفهوش غير جراي وهو كبير عليها، ولأنها ناوية تبيعه ومش هتوظف حد جديد. فبتتضايق إزمي وبتتهمها إنها بتعمل كده علشان تبعد حفيدها عن عيلته، بس توماس بيقول لها إن البيت كبير فعلا عليهم، وبيطلب منها ما تتدخلش في قراراتها. وبيلعب تشارلي وفلورينسا شطرنج مع بعض، فجدته بتقول إنه واضح إن محدش مهتم بيه، وبتقول كمان إن ميراث ابنها مش عارفة هو بيتصرف على مين، وبتسأله كمان عن الخدوش اللي على ايديه اللي جريس ما تعرفش سببها، وبتعتقد إنها ممكن تكون بتضربه. وبيبقى واضح إنها بتكره جريس، وإنها من البداية ما كانتش موافقة على جوازها من ابنها لأنها مش من عيلة زيهم وأصلها إفريقي. وبيحاول توماس يهدي والدته، وبيطلب منها تكون لطيفة، بس بتفضل تقول إن ابنها اكتئب وهو في لندن عايش معاها وأكيد هي السبب. وبتحاول جريس تهدي نفسها وبتاخد من حبوب جوزها تاني. وبعدها تشارلي بيقول لوالدته إنه أخد فلورينسا للبدروم، فبتخاف وبتقول له إنها طلبت منه ما ينزلش هناك ولازم يسمع كلامها. وبتشوف الخدوش اللي على إيديه وبتسأله مين اللي عملها، وطبعا بيكون خايف يقول لها مين. وفجأة بيسمعوا فلورينسا بتعيط قدام البدروم، وبتقول لهم إن باباها اتصاب. فبتنزل له جريس بسرعة وبتلاقيه بينزف وبيشاور جنبه، وبيقول لها إن في وحش هنا، وبتترجى ما يتكلمش علشان ما ينزفش أكتر. ولما والدته بتنزل له بيكون خلاص مات، وبتتهم جريس بإن هي اللي قتلته. وبتفضل جريس تعيط وبتقول إنها ما عملتش حاجة، بس هي ما بتصدقهاش وبتبلغ عنها. وساعتها الضابط ما بيلاقيش أي حاجة في البدروم، وبيطلب من جريس تفضل في القصر لحد ما التحقيق وتشريح الجثة يخلصوا، وبيعرفها إن في ضابط هيراقبها. ولما بيمشي بتقفل باب البدروم بمفتاح، وبتقول لابنها إنه ممنوع ينزل هناك أبدا. ولما بتنام بتشوف جوزها بيحاول يقتلها، وبتكون خايفة جدا وبتفضل تحلم بكوابيس لحد ما بتصحى، وبتاخد من أدوية جوزها تاني. وبتلاقي الضابط وصل وموجود مع جراي، وبيفضل تشارلي يقول لها إنه مش عاوز يحضر الدروس وعاوز يفتح البدروم علشان صاحبه ما يتحبسش هناك. فبتحاول تهدي نفسها وبتقول إن مفيش أي حاجة تحت، وبتقوله إن الشرطة فتشت المكان كله، وبتطلب منه يستعد للدرس. ولما بيروح الدرس في واحد من الأولاد اسمه إدوارد بيفضل يضايق فيه، وبيفضل يقوله إن عيلته ملعونة، وبيفضل يقوله إن باباه قتل نفسه علشان بيكرهه ومش عاوز يعيش معاه. فبيضربوا تشارلي علشان يسكت. وبعدها المدرسة بتعرف والدته اللي حصل، وبتقول لها إنها قلقانة عليه لأنه بيرسم رسومات مخيفة، وبتوريها الصور وبتقول لها إنها حاسة إنها صور شياطين. فبتاخد جريس الصور وبتسأله عنها، فبيقول لها إن ده صاحبه وإنه بيحب يرسمه. فبتقول له يستناها، وبتروح المطبخ وبتلاقي قفل باب البدروم مكسور، فبتقفله تاني وبتحط كرسي وراه. ولما جراي بتشوفها بتتضايق لانها من البدايه عارفه ايه اللي موجود جواه وبتخدمه في هدوء. وبتروح جريس لابنها وبتساله لو كان هو اللي فتح الباب تاني، فبيقول لها انه ما عملش كده. وفجاه بتشوف جيمس قدامها، فبتقول لابنها يفضل مكانه وبتمشي وراه بسرعه. ولما بتدخل الغابه بيختفي، وبتلاقي شجره منحوت عليها اسمها وتحتها صندوق خشب، فبتاخد الصندوق وبترجع البيت. وبتلاقي رسائل من جيمس بيحذرها تبعد عن البيت لأنه مش أمان ليهم، فبتخاف على ابنها وبتنادي عليه. وبتلاقيه نزل البدروم من تاني، وبتقوله إنه لازم يخرج من هنا لأن المكان ده مش أمان ليه، بس هو بيرفض وبيقول لها إن مفيش أمان في أي مكان وكل الناس بتتعامل معاه على إنه ملعون. وفجأة بيظهر الوحش،
وهي بتقف قدام ابنها وبتقول له ان ده وحش، وبتقول له انه كمان سبب وفاة عمه وابوه، وبتطلب منه ينادي على الشرطي بسرعة وبتخليه يطلع، وبتطلع وراه. لكن الوحش بيطلع وراها والابواب والشبابيك كلها بتبقى مقفولة، فبتخبي ابنها وبتقول له ما يطلعش من مكانه مهما حصل. فهو بيقول لها ان الوحش لازم يرجع البدروم من تاني لانه كان عاوز يخرج من البداية. فبتلفت نظره ليها وبتخليه يشوفها علشان يروح وراها ويبعد عن ابنها، وبتاخد سكينة من المطبخ وبتنزل البدروم، فهو بينزل وراها وبتفضل تقول له يبعد عن ابنها، لكنه بيهاجمها وبيوقعها على الارض فبتفقد وعيها. وبعد شوية جراي بتفتح لتشارلي وبتقول له ان مامته محتاجة ليه، ولما بتاخده للبدروم بيلاقي مامته هناك، وبيلاحظ ان ايديها غريبة لكنها بتخبيها وبتقول له ما يخافش تاني لان كل حاجة بقت كويسة. وبتاخده وبيطلعوا من البدروم، وبتقول لها جراي ان في مشتري للقصر بعت لهم رسالة، لكن جريس نظراتها بتتغير وبتقول لها تتخلص منها لان ده بقى بيتها، وبتبتسم بخبث وبتقفل باب البدروم للابد. والمرة دي بتكون مش محتاجة تحبس الوحش لانه بقى جواها. ولحد هنا بيبقى خلص فيلمنا النهاردة، وبنتعلم منه ان النصايح لو ما سمعناهاش ممكن تدمر حياتنا. ولو عجبك الفيلم ما تنساش تصلي على النبي، ولو اول مرة تشوفنا ما تنساش اللايك والشير والاشتراك في القناة وفعل الجرس علشان يوصلك ملخصاتنا اول باول.